السلام عليكم شيرات، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في صحه وعافيه. اليوم شيرات جيتكم بهذا الكاطو كما راكم تشوفوا في الصوره اللي محشي بالكرانشي. تبعوا معايا المقادير. هنا كما راكم تشوفوا عندي 250 غرام زبده، عندي زوج حبات بيض، عندي نص كاس سكر رطب، وعندي ربع مغارف زيت ولافاني والفارينه. هنا درت 250 غرام زبده ونضيف لها هذوك ربع مغارف زيت. هنا خلط هذا الزبده مع الزيت بالضرب هذا الكهربائي، نخلطهم مليح حتى يندمج هذاك الزيت في الزبده، ونبدا نضيف المكونات بالتدريج. نضيف هنا السكر، اللي هو نص كاس سكر جلاسي، ونخلط. ونضيف البيض. هنا الشيرات، انا هنا لي سيجار هادو درت زوج حبات بيض كاملين. هنا من الاحسن ديري البيض كامل، لانه لو ديري الصفار فقط راحين يفتوا لك الحبات. من الافضل ديريهم كاملين، او اذا درتي مقدار قليل يعني نص الكميه ديري حبه بيض. هنا نضيف اللافاني، ونبدا نخلط. فقط هذو هما المقادير انا اللي نستعملهم في لي سيجار. هنا انا ما نديرش خميره وما نديرش مايزينا، فقط عندي هذه المقادير اللي نديرهم للحلوى تاع السيجار. هنا الكاكاو درت مغرف ونص. هنا بعد ما درت الكاكاو نضيف الفارينه ونبدا نخلط حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. شيرت معذره على صوتي لاني مغريبيه وصوتي راه مبحاح. هنا خلط العجينه بيدي ولم كامل هذيك الفارينه. هنا شوفوا العجينه كيفاش جات طريه. نجيب هنا ساشي، وهذو لي سيجار اللي راح نعمر بيهم، قوالب اللي راح نعمر بهم حلوى تاع السيجار. هنا هذو التوالى راني جبتهم جدد، نحاول نمسحهم. ونضيفهم لهذوك القدم تاعي اللي راكم تشوفوا فيهم. نجيب كميه من العجين ونبدا نفتح فيها. هنا نفتح العجينه. هنا نحاول ما نخشنهاش بزاف وما خليهاش ثاني رقيقه بزاف. اذا كانت رقيقه بزاف راح تتكسر لك، واذا كانت خشينه بزاف ثاني ما تجيش مليحه في الذوق. هنا حليت بهذا السمك. هنا نحي الزوائد. هنا ندير الكورني تاعي وندير الدورة الأولى ثم الثانية ندير منها تقريبا الربع ونقطع.
هنا نحاول نبلع الحواف وين قطعت باش ما تحليش العجينة. ونمشيها بهذه الطريقة ونحي بالزوائد في الحواشي حتى تتحصلي على السمك اللي انتي راكي تحوسي عليه. هنا نحاول نعدل الحبة وشوفوا الشكل هنا النهائي كيفاش جا داير. هنا اي زوائد نحيهم بالموس. وهذه هي الحبة تاعي. هذاك الخط وين بلعنا نديروه من تحت. نزيد معكم واحدة، ديري الدورة الاولى هكذا وتزيدي شوي معها كما كنت تشوف، ونبلع هنا الحواف كما راكم تشوفوا، ونمشيها ونحي الزوائد في الطرف حتى نتحصل على الشكل المطلوب. بالنسبة للزوائد هذوك اللي تنحيهم ديريهم مع العجين باش ما ينشفوا لكش. وهذا هو الشكل. ودائما نديروا الخط اللي قطعنا فيه العجينة تحت. هذا هما لي سيجار تاعي. بعد ما عمرت كامل لي سيجار راح ندخلهم للفرن. وهنا بعد ما طابوا راني خرجتهم. شوفوا هنا ما تخليهمش ييبسوا، يعني خليهم ميم با ينشفوا. هنا شوفوا بدات تحميره خفيفه تحت. وهنا شيرت يعني ننصح باش ما تنحيهمش، انا راني خليتهم هنا بردوا. حاولي تمشي هذاك السيجار الداخل، طلعيه وتهبطيه وتنحيه يخرج لك بكل سهوله. شوفوا هنا كيف راني نحي فيهم. وهذا هو السيجار تاعي. طريقه سهله وبسيطه. شوفوا هنا كيفاش جا السيجار. نعاود نسيي معكم حبه ثانيه. هنا نطلع السيجار، نطلعه تحت والفوق ونبدا نجبد بكل سهوله. ما هذا هو السيجار. هنا المهم تخليهم يبردوا باش ما يتكسروا لكش. هنا شيرت بعد ما كملت نحي كامل هذوك لي سيجار القوالب هذوك. هذا هو السيجار تاعي بعد ما نحيته. شوفوا الشكل تاعو كيفاش جا متحوف. هنا راح نجيب شيكولا. انا هنا عندي دادا بيضة، نديرها في حمام مائي نذوبها باش نقلاصي بها. هنا نروحوا للتحضير العقدة اللي نديرها الداخل. هنا جبت الشيكولا بعد ما ذابت. هنا عندي نيسلي كراميل، وعندي هنا كاوكاو مرحي اذا عندك لوز ولا اي شيء. وهنا الكرانشي اللي راح نحشي به هذا لي سيجار. هنا راح نعدل هذيك الشيكولا، راح نزيد لها المارو، وراح نكسر هذاك اللون الابيض، راح نخليها في الباج. نضيف الشيكولا بالتدريج حتى نتحصل على اللون اللي راني نحوس عليه. هنا بعد ما تحصلت على اللون نروح ندير هذاك الكاوكاو المرحي او لوز اذا عندك، او
اي مكسرات. هنا ما كانش عندي اللوز كاوكاو مرحي. هنا نضيف له النيسلي. هنا النيسلي انا في الاول كنت حسبته يعني ماهوش واجد، كنت حسبته لون ابيض، كيف فتحته لقيته واجد. نخلط هذاك النيسلي مع هذاك الكاوكاو حتى نتحصل على خليط يكون شويه ثقيل متماسك. هنا نقول لكم شريت هذا الخليط انا راح ندير به بعد ما نكمل. دوك تشوفوا واش راح ندير به. نضيف النيسلي بالتدريج حتى نتحصل على خليط متماسك. هنا كملت الخليط، نروح نجيب لابوش ونعمر هذاك الكرانشي، نعمره كامل في لابوش اللي راح نحشي به. انا هنا راح ندير لي سيجار محشيين بالكرانشي. هنا نحضر كل شيء باش نبدا نحشي لي سيجار تاعي. هنا نبدا بالحبه وناخذ جزء من هذاك الخليط اللي خلطته بالنيسلي ونبلع فيه الجزء الاسفل كما راكم تشوفوا لهنايا باش كي ندير الخليط تاع الكرانشي ما يخرج. وهنا نجي للجزء الثاني ونبدا نعمر بهذاك الكرانشي بهذه الطريقه، ونعاود نغلق بهذاك الخليط تاع الكاوكاو والنيسلي بهذه الطريقه. وهذا هو السيجار تاعي. شوفوا الشكل تاعو هنا باش ما يخرج ليش هذاك الخليط. نروح نقلاصي الحبه تاعي عادي بهذه الطريقه. نعاود نجرب معكم واحده اخرى. ندير نفس الشيء، ندير الخليط هذاك تاع النيسلي، نغلق في الاسفل، من بعد نعمر بالكرانشي، ونعاود نغلق بهذه الطريقه. ونقلاصي وهكذا حتى نكمل كامل لي سيجار تاوعي بهذه الطريقه. هنا نروحوا للمرحله الثانيه. هنا درت خطوط كما راكم تشوفوا بالشوكولا نفسها. وهنا جبت هذا الاوراق، اوراق النسيم للتزيين. هنا درت اوراق النسيم فوق هذوك الخطوط باش يلصقوا. هنا نحي الزوائد هذه، تحاولي تخلصي من هذوك الزوائد باش يجي الكاطو تاعك مفيني. هنا درت غطسته في الشوكولا وعاود درته في البان دو بيس في الاطراف باش يدي شكل. شوفوا الحبه هنا كيفاش جاي الشكل تاعها. هنا نفس الشيء نتخلص من هذوك الزوائد
تحاولي تخلصي بهم يعني بموس ولا. هنا ما عنديش بزاف، ندير في الشوكولا في الحواف في الجوانب ونغطس في البان دو بيس. هذا الشكل حتى نكمل كامل هذاك الكاطو. شوفوا الشكل النهائي تاع الحبه تاع السيجار تاعنا كي جاو دايرين. هذا هو السيجار، جا الشكل تاعو شباب بزاف. وهذا هو السيجار بعد ما كملته، جا الشكل تاعو شباب وراقي. نتمنى تجربوه. والبنه تاع الكرانشي هذيك بنه هايله. المهم نتمنى يعجبكم مشيرات وتدعموني في القناه بالجيم والاشتراك. نقولكم مع السلامه في وصفه قادمه ان شاء الله. سلام.